الرسالة من هذا الفيديو للزوجات، عيني إذا الله يختبر زوجك لا تكسريني، لأن هذا امتحان إلك وإلي. تتعدى عليك فيديوهات، لو تتعدى عليك أصوات مشتغليها مونتاج بالتصاميم، تشوف هذا المقطع يرجعك لورا، يذكرك بأيام موجعة. مثل هذا الصوت تعدى عليه وذكرني بقصة صارت وياي مع طليقتي. سمعوا هذا الفيديو وبعدين أشرح لكم. دير بالك في يوم من الأيام تعاير إنسان بظروف الله كتبها له. سمعوني انتوا الاثنين، ما أشوفكم في يوم من الأيام تذلون إنسان كل اللي محتاجه منكم شوية احترام. إنسان اللي تظلمونه تبوسون راسه. لا، حبيت أشرح هاي القصة. هاي القصة صارت وياي، هي قصة شوي موجعة بصراحة، وكل إنسان يمر بهذا الظرف يحس أمور تأذيه، خصوصا إذا كان هذا الكلام من شخص هو يحبه ويضحي له وخاله بس هو بحياته. على كل تعقيب على هذا الفيديو قبل كل شيء، وأتمنى من كل شخص يسمع هذا الفيديو بأنه لا يجرح المقابيل إذا الله كاتب له هو هيك، بأنه لا يأذيه ويسمع كلمة مو حلوة. هو ترى احنا معرضين للاختبار، وكل احنا معرضين لامتحانات رب العالمين. فأنت ما تدري يا ساعة الله يمتحنك، يجوز يمتحنك بأصعب من الامتحان اللي امتحن به الشخص المقابيلك. فلازم انت تكون على يقين بأنهم بأي ساعة بأي لحظة بأي ثانية الله ينزل عليك البلاء وينزل امتحانه عليك ويختبرك ويختبر المقابيل. سمعوا القصة صارت وياه. أنا مصور، وسنة من السنين واقف بالإمام جاي أصور فوتوغرافات. كنت أنا أطلع كل جمعة وسبت والمناسبات الأفراح والمناسبات مثل 40 مات الإمام الحسين وغيره الزيارات، أطلع لهذا المزار اليمني أصور، أخذ كاميرتي وأروح على باب الله أصور. المهم ذيك السنة أنا بال2013 تقريبا، هاي السنة أنا ما أدري واقف لازم كاميرتي العصر وواقف، وجت لي ما أدري شلون الريحة صارت بحلقي، ظليت يعني ظل يطلع من داخلي من حلقي، ظل يطلع شيء أصفر وبي ريحة هاي كلش مو طيبة، كلش مو طيبة، ما أدري شلونها. المهم صحتي دهورت صحتي، ظليت أطلع بالمناسبات ما أقدر، ظليت يعني ما أقدر أطلع، يرجعوني جماعتي طايح، وأنا كنت أصور هوسات طايح بالعرس ويرجعوني جماعتي. مرات أخلي الكاميرا يمهم يكملون بيها التصوير، يعني أنا أطلع من البيت ما بي شيء، أروح هناك ألزم الكاميرا أطيح. المهم هاي الحالة طولت وياي سنين، عانيت منها، راجعي تفحص فحوصات عامة يقولوا لي ما بيك شيء، انت الدكتور اللي اروح له يقول لي انت علي انت ما بيك شيء، اصحى من عندي، هاي فحوصاتك عامة، لا سونار لا ايكو لا ناظور مال معدة، لا هواي فحوصات، يعني كلش هواي الفحوصات كلها تطلع سليمة، كلها المفراس ازيد من المفراس، بعد المفراس يطلع يشيكك من كل شيء، يعني طلع شنو بجسمك يطلع المفراس، اي خلل بجسمك يطلع. فكل الفحوصات الحمد لله والشكر تقرا ما بيها شيء. على كل طولت هاي الظروف الصعبة الصحية متدهورة، طولت وياي سنين. ذيك السنة كانت زوجتي تمشي بالهول، المهم صاحت لعلي تعال ها، قالت لا أنا بعد ما أقدر أكمل وياك، أنت حالتك الصحية الظاهر تطول ودهورت، وأنا ضجت من هاي الشغلة، بعد ما أقدر أكمل وياك، طلقني. الصراحة أنا هنا الانكسار يقرأ عندي مليار، يعني توقع شخص تحبه والله بلاك أنت وامتحنك وهو هم امتحني، شوفه يصبر. المهم يوم عودة مو هذا امتحان رب العالمين يريد يختبرنا اثنين، قالت لا طلقني، أما أنت تصير زيني ما تصير زين طلقني. المهم أنا ظليت أجازف بانكساري، ظليت صارت مشاكل، صارت هاي الأمور، إحنا عندنا جهال فما قدرت، وأنا بصراحة بوقت هالشخص هذا أحبها وتحملت. المهم ظلت تبني على مشاكل، ظلت تخلق مشاكل. يعني هناك بعد أنا نفذ صبري من المشاكل. ذيك السنة أنا سابقا مطلقها مرة واحدة، ذيك السنة طلقتها مرة ثانية، المهم طلقتها وخلاص، قلت أنا هذا الانكسار هم بداخلي ظل بصراحة، فبعد ما حاجة أطول لأن هاي ذلة. المهم خلصتها استحيفت،
دبوها اهلها بسوق شمروها. ف رجعت مستحيفة وانا مستحيفة وما ادري شلون، وقرايب رجعوها علي المهم رجعتها سنة ما ادري ايش قد، رجعت للمشاكل من بعد انا ما تحملت المرة الثالثة، خلصتها والحمد لله. من خلصتها احمد الله وشكره، الله فتحها بوجهي وصحتي رجعت والحمد لله والشكر، والله مكني واموري صارت طيبه، حتى حياتي مع الناس تغيرت يعني للافضل، معاشرتي ويا الوادم تغيرت، تصرفي ويا الوادم تغير، ما ادري سبحان الله كل شيء تغير احمد الله وشكره. من خلصت قلت لكم هذا الانكسار ظل بداخلي انا بصراحه. اذا رساله من هذا الفيديو للزوجات، عيني اذا الله يختبر زوجك فلا تكسريني، لان هذا امتحان الك والي، انتم لازم اثنينكم تنجحون بالامتحان، ولا يكونون الناس يدفعوكم تاخذهم الغيرة عليكم وعلى حبكم ويحرضوكم وتكونين انت الضحية بالنهاية. ترى الرجال ما يعيش حياته طبيعي، بس العار مال هاي السالفة على المرأة اول شيء لا تقدر تعيش نفسها، هاي اولا. ثانيا راح تنحرف يجوز بسبب العوز وبسبب ما اعرفه هواي شغلات. ثالثا الناس تستغلها. رابعا انت تصيرين ضحية مجتمع حتى لو زين الناس تقول مو زينة. فالامتحان اللي الله يمتحن زوجك بيه انت لازم تصبرين عليه، لازم تجاهدين وياه، لازم تعينينه تصبرينه، ابو فلان باكر احسن، فلان باكر احسن، ان شاء الله اليوم شده باكر سهله ان شاء الله، وتصبرينه تعطينه طاقه. ترى والله العظيم 3/4 حالة النفسية مالت الرجال وراحة الحالة النفسية وراحة الداخلية هو من الزوجة، فلا تكسرن أزواجكن. هاي القصة حقيقية وياي صارت ترى، والانكسار لحد أنا خلصت وراحت سنين وبس، ولحد الآن من سمعت هذا الصوت مال البنية بالفيديو بصراحة انرجع علي الانكسار، لأن هاي السالفة كلش صعبة اليوم من رب العالمين يمتحن زوجك وما توقفين وياه، لو تكسرينه انت على انكساره تكسرينه بالزايد. فيا خواتي تحملن ازواجكن، وخصوصا اذا يحبوكن، خصوصا ترى والله العظيم اليوم مو كل انسان يخلص وياك ويحبك. هواي اعرف بنات والله بنات بيت محترمات ازواجهن ذالينهن، لا يحبوهن، لا قايمين بواجبهن، لا ومن هواي امور خيانات مستمره. فانت حاولي بكل قوتك بكل استطاعتك تحافظين على هذا الرجال. ترى هذا الرجال مو ياهو كان يجي مثلي، والله العظيم نتخسرينه بعد ما راح يتعوض له بمليار رجال ما تعوضينه، لان بهذا وقتنا صعب انسان يقدرك ويخاف الله بيك. هاي ابسط شيء، ماكو رجال يخاف الله بزوجته. هسه 3/4 الزوجات خطيه يشكن هن زينات ويا ازواجهن ويشكن وما مقدرينهن اصلا. فانت اذا حب ومساعدك بالبيت وقايم بواجبك اما امتحانات رب العالمين اثنينكم لازم واحد يصبر الثاني. اليوم مو زين باكر افضل، اليوم عوز باكر خير، فهاي الحياة. فانت لازم تقيمين واجب زوجك وتستشارينه وما تطلعين بدون علمه، ما تخذلينه، ما تكسرين كلمته، ما تكسرينه هو، تحافظين على سمعته. فهاي الرسالة لكل بنية، انصحك حافظة على بيتك وحافظة على سرتك وحافظة على زوجك اذا يحبك. واخر دعواي من رب العالمين ان شاء الله يستر كل العوائل كانت عراقية او عربية، بجاه هو الحسين وبجاه مصاب هذا الحسين عند رب العالمين وعظمته. ان شاء الله كل العوائل تنصلح وكل الازواج ينصلحون وكل الزوجات ينصلحن ان شاء الله، كل العوائل مستورة. وهاي قصة حبيت اقدمها لكم، اخوكم علي الحبان.